السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. شفاء 3 مواطنين من كورونا ووفاة مريض اليوم. دعوة للدفع بالتبرع الطوعي للدم. إصحاح البيئة في جرمايكا وهوميب وكونا. قصف جوي إسرائيلي يسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة 3 في ترمور. لندن تعترض على بروكسل تعديلات واسعة على البروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية. رجل يقتل 5 أشخاص بقوس رماية في النرويج. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة شفاء 3 مواطنين من مرض كورونا في الإقليم الأوسط ووفاة مريض كورونا في إقليم عنسبة يبلغ من العمر 65 عاما، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6764. شفي منهم 6676 وتوفي 44 مريض، فيما لا يزال 44 مريض يطلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من أكتوبر لعام 2021. دعا المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستيل لتعزيز المجتمع مساهمته لإنجاح برنامج بنك الدم وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم، وقال أن بنك الدم يقوم بجهود قوية لسد متطلبات الدم في المستشفيات المرجعية في البلاد عامة، وتزداد نتائج الأنشطة الجارية بالتعاون مع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم. وأوضح أن متطلبات الدم تكثر أثناء الحمل والولادة والحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، مشيرا إلى أن الاستثمار الذي تقوم به الحكومة للإيفاء بمتطلبات بنك الدم يساهم كثيرا لإنجاح برامجه. وذكر أن الأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم لها دور مشهور لتنمية محتوى بنك الدم، ويعمل بنك الدم الوطني لتأهيل فرع الجمعية في الأقاليم. وقال الدكتور يوهانس أن التبرع بالدم له فوائد خفض النوبة القلبية والكوليسترول وكسرة الحديد في الكبد. دعت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر للدفع ببرامج التوعية لتصحيح النظرة الخاطئة عن التبرع بالدم. وأوضحت الجمعية في الاجتماع الذي عقدته في مصوع لأعضائها وممثلي مختلف المؤسسات أنه بالرغم من ارتفاع الوعي فإنه لم يصل إلى المستوى المأمول. وقال رئيس الجمعية السيد أحمد جعفر ارتفاع عدد الأعضاء خاصة العاملين في المؤسسات الحكومية، ويوجد برنامج لتوسيع العضوية في إدارات الضواحي. وأشار إلى عمل الجمعية لتوسيع أنشطتها المقتصرة في مديريات مصوع وجندع وأفعبت ونقفة إلى مديريات قلعلو وشعب وفرع. وأفاد مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفاي تسفاسيان إن المتبرعين الطوعيين للدم في نقفة وأفعبت يساهمون بدور كبير لسد احتياجات المستشفيات من الدم، ويتطلب تعاون الجميع لرفع عدد المتبرعين الطوعيين للدم. ودعا الاجتماع لتوثيق جيد لعناوين المتبرعين الطوعيين للدم وإعداد بطاقة عضوية لكل عضو في الجمعية. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الاجتماع إن مهام التبرع بالدم تتحقق نتائج مرضية وضعا في الاعتبار لتضاريس ومناخ الإقليم، مؤكدة على تعاون إدارة الإقليم للدفع بأنشطة جمعية المتبرعين الطوعيين للدم. وقدمت في الاجتماع شهادات تقديرية للمؤسسات الحكومية والعمال الناشطين في التبرع بالدم. جرت عمليات صيانة طريق دكم حرس سرون الترابي بالدعم الآلي لتسهيل حركة المواصلات.
وقال مسؤول الفني في إدارة مديرية صورون السيد مرهول جبريل المتابع للعمل إن عملية الصيانة استمرت ل4 أيام تسخير 12 شاحنة وآليات أخرى. وأوضح ممثل مديرية صورون السيد نجاسيتس فقرقيس أن الطريق الذي يعتبر محوريا للمديرية كان يشكل صعوبة كبيرة للنقل لعدم صيانته لسنوات طويلة، مشيدا بنفرة السكان للصيانة. قام سكان جرمايكا وهومي وكونا في إقليم القاشبركا بإصحاح بيئتهم. وأوضح خبير إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركا السيد تخلوم يعبيو ومسؤول الصحة في بارنتو السيد ميرون مبرهتو أن البرنامج يهدف ضمان صحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية. وأشار مسؤول المركز الصحي في فورتوسا والممرض هايلي حيلوم إن إصحاح البيئة في القرى خفف من الضغط على المؤسسات الصحية. وذكر مدير مديرية فورتوسا السيد أبو بكر محمود أن إدارته تعمل لإصلاح بيئة جميع القرى. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال التلفزيون الرسمي السوري أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة ادمور بمحافظة حمص في وسط سوريا. وأضاف التلفزيون أن الهجوم استهدف برج الاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية. كما أعلن مصدر عسكري سوري مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين في القصف الإسرائيلي وفقا ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. من جهتها أفاد المرصد السوري أن الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضا قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمور. وأسفر القصف وفق المرصد عن مقتل جندي سوري و3 مقاتلين موالين لإيران لم يتمكن من تحديد جنسياتهم. كما أصيب 7 آخرون بجروح بينهم 3 جنود سوريين. وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله. أعلنت بريطانيا أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصا قانونيا جديدا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت في إيرلندا الشمالية، وجددت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي. وتعتزم المملكة المتحدة زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول بتعديلات واسعة على البروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكسيت. يأتي النص القانوني الذي أرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة في خضم معركة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا لما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية. ويأتي ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكم المنصوص عليها. وتم التفاوض على البروتوكول من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية من خلال إبقاء الأخير عمليا جزءا من الأسواق الأوروبية الموحدة. أعلنت الشرطة النرويجية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه رجل مسلح بقوس الرماية في بلدة كوانغسبارغ في جنوب شرق البلاد. وقال المسؤول في الشرطة المحلية إيفان آس خلال مؤتمر أكد أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 2 آخرون بجروح. وأضاف أن الجريحان نقلا إلى قسم العناية الفائقة لكن حياتهم ليست في خطر. وأوضح أن أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتوضأ داخل المتجر، قائلا أن الشرطة وقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل. وأضاف نظرا إلى مجريات ما حدث من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي، مؤكدا أنه لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد.
عادت الرحلة الفضائية المأهولة الثانية لشركة بلو أوريان بنجاح إلى الأرض بعد أن أوصلت طاقمها المكون من 4 أشخاص إلى حافة الفضاء. وذكر موقع زفيرج للتقنية أن الرحلة أطلقت على متن صاروخ نيو شيبرد من منشأة إطلاق بلو أوريان في ولاية تكساس، ووصلت إلى ارتفاع 66 ميلا تقريبا ثم هبطت بنجاح على الأرض. وأشار زفرج إلى أن طاقم الرحلة ضم كل من الممثل ويليام شيتنر بطل أفلام ستار تريك الشهيرة، وكريس بوشريزن أحد مؤسسي شركة بلينت لابيز للأقمار الصناعية الصغيرة، وجوليان دي فريس الشريك المؤسس لشركة ميديا داتا للبرمجيات، وإدوارد باوز نائب رئيس عملية الطيران في بلو أوريان. عناوين هذه النشرة: شفاء 3 مواطنين من كورونا ووفاة مريض اليوم. دعوة للدفع بالتبرع الطوعي للدم. إصحاح البيئة في جرمايكا وهوميب وكونا. قصف إسرائيلي جوي يسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة 3 في ترمور. لندن تعرض على بروكسل تعديلات واسعة للبروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية. رجل يقتل 5 أشخاص بقوس الرماية في النرويج. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.